جميع شهداء مصر الأبرار العظام، ولكن الأمر هل أصبح في أيدي الأجهزة الأمنية كما قال اللواء عادل لبيب؟ وأين تلك الأجهزة الأمنية؟ وإلى متى سوف تنتهي الأجهزة الأمنية من بحثها وتحرياتها؟ هذا هو السؤال. تفضل يا أستاذ سامح. الفيديو مسجل، يعني شيء طبعا يفوق اي وصف واي كلمات ممكن نتكلم فيها. هي جريمه بكل المقاييس. في الحقيقه انا مش عارف، يعني انا يعني دايما بكون رايح مكان او في مؤتمر بجهز الكلمه اللي عايز اقولها. في الحقيقه بعد اللي شفته واللي يعني وهو بيجدد الاحزان واللي استرجعناه، واعتقد دي كلها مشاعر انسانيه لاي انسان ايا كانت هويته او عقيدته او دينه. هذا الامر انا لا اقبله حتى على اللي ما يعرفش ربنا، لا نقبله حتى على البوذي او على الهندوسي او حتى على اي دين، حتى لو بيعبد النار، مش يقول ان هو بيعبد ربنا. اللي احنا شفناه ده شيء لا يعني عايز اقول حتى ضد الفطره الانسانيه يعني. لكن في الحقيقه انا عايز اوجه 3 رسائل مختصره من خلال اللي احنا شفناه على التلفزيون دلوقتي. اول حاجه كان لفت نظري في حديث لاحد ابناء اسكندريه بيقول يعني مخططات الخارجيه واحنا ما نعرفش لازم نتصدى ونقف وجهها والكلام ده كله. انا عايز اقول ان العفريت موجود جوانا، مش محتاجين نستورد العفريت، مش محتاجين احنا يجي لنا عفريت من اسرائيل ولا عفريت من الخليج ولا عفريت من اي حته في الدنيا. العفريت موجود جوانا ونقدر ان احنا نتعامل معاه، ولسنا في انتظار عفريت نستورده من الخارج عشان نعلق عليه شماعه اللي بيحصل في البلد. نحن بايدينا من نصنع في انفسنا ما نحن فيه من بلاء الان. دي رساله. الرساله الثانيه الى الذين يبكون ويتباكون على نظام مبارك. اعتقد حضراتكم شفتوا الحادثه الاجراميه دي كلها، ويمكن كان 2010 عام حزين على الضباط. يعني كلنا نذكر ان ليله 7 يناير 2010 يعني واقع حادث ناجي حمادي المؤلم الارهابي. قبل ما العام يختتم بساعات او لحظات 31/12/2010 واقع حادث القديسين او القديسين. انا اعتقد ان ما حدث في 25 يناير هو انتقام السماء من مبارك والعدي. مبارك خرج 25 يناير في عيد الشرطه يمثل علينا وعمل تمثيليه هو العدي. حتى انا كنت فاكر ان انا بشوف الفيديو من كام يوم بيقول ان مش عارف تمكنت اجهزه الشرطه مش عارف كذا كذا كذا. حتى تاني ضحك كده العدي وهو قاعد على الناصر في يوم عيد الشرطه ضحك كده. يعني عايز اقول انا ما اعرفش، انا قريتها قرايه خاصه انا حسيت ان هم زي ما يكون يعني زي ما يكون احنا دافينه سوا وعارفينه وبنتكلم. فاعتقد النهارده لا مجال للبكاء على حسني مبارك، رغم ان احيانا من حين لاخر احنا المصريين بطبيعتنا شعب عاطفي، ويعني بنشوف ان الراجل كان في يوم من الايام هو في قمه المجد او في قمه السلطه، والنهارده زحلق في الحمام ووقع وبيصرخ وهيموت وعايزين ينقلوه مستشفى معالي. لا ده قالوا رجعوه تاني وعايز يرجع تاني وهكذا. انا اعتقد ان ما يحدث هذا او ان ما يحدث وهذه ليست شماته، هو انتقام وعداله السماء من حسني مبارك. هذا الرجل الذي اذله الله وربنا كشف. يعني النهارده بنتكلم مثلا السادات، او النهارده رغم ان السادات مات يعني في حادث اغتيال من 6 اكتوبر، لكن في النهايه كلنا نذكر السادات ان هو كان له انجازات وله بصمات وكبيره. عبد الناصر الله اعلم بخلفيات وفاه عبد الناصر، هل هو مات مسموم ولا جات له ازمه قلبيه؟ لكن في النهايه كلنا بنذكر كل حكام مصر الا حسني مبارك، هذا الحاكم الذي لم يذكره التاريخ. رغم قمه المجد اللي وصل حسني مبارك، تقريبا عندنا مئات المدارس والمستشفيات ومحطات المترو وكل حاجه عايزين يقول لك حسني مبارك. النهارده ربنا اراد ان هو يوريه وفي حياته، مش ان هو بعد ما مات، في حياته هذا الاذلال اللي انا بعتبره انا ممكن اتكلم من غير بس كده عشان الصوت بس. يعني اللي انا بعتبره ده عداله السماء، وده اقل شيء انا يعني افسر فيه اللي حصل في 25 يناير. وما كانش حد يتخيل يوم ما خرجنا كلنا 25 يناير وحتى لغايه يوم 28 يناير ما كانش حد يتخيل ان احنا بنتكلم عن ثوره في حاله غضب، في حاله احتقان موجوده في الشارع سبب الملف الامني، وفي احتقان بسبب ملف التوريث. هو احتقان مركب ما بين احتقان طائفي واحتقان سياسي، لكن لم يكن احد يتخيل ان هذا النظام البوليسي القمعي المجرم الارهابي لو حضرتك عايز هذا مساء الخير. انا مش بس بتكلم كحد من اللي كانوا موجودين في الثوره المصريه من اول لحظه ليها، لكن انا بتكلم كحد كمان يعني الى حد ما كان شاهد عيان على احداث كنيسه القديسين. لكن خلونا نستعرض شويه امور. انا يعني من ساعه ما جات لي الدعوه الكريمه بالحضور وانا قاعد عمال اراجع الاحداث حاجه. اول شيء احداث كنيسه القديسين ما بداتش في مصر. احداث كنيسه القديسين بدات في كنيسه سيده النجاه بالقراده في العراق.
تهديد واضح وصريح من تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين لفك أسر ما اسمهم، يعني لإطلاق سراح ما اسمهم بالأسيرات في الكنائس والأديرة المصرية. وبصراحة اللي بيحاول يهمل الجزء دوت من القضية بيهمل خيط مهم جدا لازم يتمشي عليه. احنا دلوقتي عندنا تنظيم إرهابي، تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين في العراق، هدد بالانتقام وعمل عملية هي من أشهر العمليات اللي اتعملت سنة 2010. العملية دي في بعض من المنتمين لهذا التنظيم وهم مصريين كانوا من ضمن العائدين بتصريح من المجلس العسكري، وبعض المنتمين فكريا لمثل هذا التنظيم تم الإفراج عنهم في يعني مهرجان البراءة للجميع اللي فتحه الدكتور محمد مرسي، وخرجوا ومالوا الشوارع دلوقتي، وما يعني بيبقوا من أبطال الفضائيات، ومنهم ناس يعني بتدعو لهدم أبو الهول والأهرامات لأنهم كانوا بيعبدوا. فده خط لازم يعني ما ننساهوش، نحط في دماغنا طول ما احنا بنحكي في الكلام اللي جاي. أحداث كنيسة القديسين مش مجرد انفجار حصل، لكن هي جاية ضمن سلسلة من الأحداث اللي دايما مرتبطة عند الأقباط بالمناسبات والأعياد. يعني الكشك، نجا حمادي، كنيسة القديسين، حتى مسألة الصلاة في الكنايس. يعني أنا أذكر المستشار نجيب جبرائيل بأحداث كنيسة الفكرية. يعني أحداث كنيسة الفكرية كانت في ليلة صلاة في عشية من عشيات صلاة بتاعت عيد القيامة، ودخلوا عليهم وقتلوهم جوه الكنيسة. فده برضو مرتبط عضويا بحادثة حصلت مباشرة ما بعد كنيسة القديسين يوم 6 يناير. هي العثور على عبوة ناسفة في كنيسة الأنبا أنطونيوس بابا قرقاص. دي كلها حاجات لازم برضو بشوية خطوط لازم تفضل يعني متوازية معانا واحنا شهداء كنيسة القديسين كان ليهم دور كبير جدا في الثورة، وهم تقريبا اللي جمعونا. يعني بدون كنيسة القديسين وتفجيرات كنيسة القديسين ما كانتش هتحصل التجميع اللي حصلت في شبرا، وما كانش هيتقبض على الزملاء زي محمد عاطف ومصطفى شوقي وتامر الصادي قدام كنيسة مسرة. ما كانش هيحصل الاندماج الكبير ده، ما كانتش هتخرج أول مسيرات في مصر، والمسيرات دي هي اللي أظهرت ضعف الأمن المصري قدام المسيرات. ما كانش هيحصل ده كله، ما كانتش هتحصل الخطوة الكبيرة والاندفاع ناحية الشارع في ثورة 25 يناير. لكن في وسط ده كله خلينا نحط 3 نقط. احنا عندنا انفجار، الانفجار دوت سبقوا مظاهرات، 17 مظاهرة ضد الكنيسة المصرية قائمة على نفس الهدف اللي حصلت بسببه تفجيرات كنيسة سيدة النجاة في العراق. 17 مظاهرة تم إهانة فيهم قداسة البابا شنودة، وتم إهانة الكنيسة المصرية، وآخر مظاهرة تم الهتاف فيها وكانت في يوم رأس السنة، يعني يوم 31 ديسمبر كانت هي المظاهرة دي، وهتفت بالنص قدام مسجد القائد إبراهيم: يا شنودة تلم يا نخليها دم في دم. أنا لسه مراجع الفيديو امبارح بنص الهتاف كده. خلونا نربط بقى بين ده اللي حصل في كنيسة العراق ونقول مين اللي ورا الكلام ده. اللي ورا الكلام دوت واضح وصريح، وقام يوم 31 ديسمبر وهدد، 31 ديسمبر بالليل نفذ العملية وخلى العملية كلها دم في دم. الطرف الثاني في المشهد هو الأمن المصري، أمن متواطئ، لكن ما أقدرش أقول إن الأمن المصري هو المتهم الأول. إذا كنتوا عايزين تشيلوها لحبيب العدلي شيلوها، لكن إحنا مش مقتنعين. الأمن المصري أمن مقصر، حبيب العدل بتقع عليه مسؤولية، بتقع عليه مسؤولية كوزير داخلية في الوقت ده، لكن هو اللي نفذ التفجير؟ لا، مش هو اللي نفذ التفجير. مين اللي نفذ التفجير؟ اللي نفذ التفجير طرف ثالث، طرف إرهابي ليه معاونين داخل مصر. المعاونين دول عملوا 17 مظاهرة. الطرف دوت فجر كنيسة سيدة النجاة في العراق،
الطرف ده رجع مصر تاني ما بعد الثورة. المجلس العسكري رجع جزء كبير منه في العائدين من يعني من ألبانيا ومن أفغانستان ومن الشيشان ومن صربيا، وكلنا عارفين العدد اللي رجع. الطرف دوا هو طرف تم الإفراج عنه من السجون المصرية. الطرف دوا اسمه جماعات، في التسعينات كان اسمه الجماعات الإسلامية، ما بعد التسعينات اسمه تنظيم القاعدة. التنظيم دوت ليه مؤيدين جوه مصر وما زالوا موجودين. احنا ليه بننكر الكلام دوت؟ ليه بننكر ان الطرف اللي فجر واللي قتل شهداء كنيسة القديسين هو اللي استفاد من الثورة المصرية وهو اللي بيحكم دلوقتي؟ هما موجودين وكان ليهم اعضاء في البرلمان الاخير، البرلمان اللي تم حله، وهيبقى لهم اعضاء في البرلمان الجاي. انا اوجه اتهام صريح للجماعات الاسلاميه ان هي اللي ورا التفجير، لان مفيش خط تاني يتمشي عليه الا الخط ده. حبيب العدلي حبيب العدلي هو متواطئ. حبيب العدلي استغل الجماعات الاسلاميه في عمل هذا التفجير، لكن هل حبيب العدلي قام بالتفجير؟ لا، ما قامش بالتفجير. الحكومه المصريه ما قامتش بالتفجير. خليني بس اوضح حاجه، ان كنيسة القديسين مش مجرد حدث جمع مسيحيين ومسلمين مصر في الثورة المصرية، مش مجرد ان احنا احيينا ذكرى ال40 لشهداء كنيسة القديسين داخل ميدان التحرير، لكن كنيسة القديسين حققت مبدأ تم تداوله بصورة قوية جدا بعد الثورة. مبدأ بيتقال في اغنية لاسكندريلا، بيت بيقول شهداء يغنوا وشهداء يثوروا وشهداء شهود، شهداء بيجوا من مسبيرو ويزوروا محمد محمود. ان احنا بنقول ان احنا دايما سلسله من الشهداء مع بعض. ده سلسله الشهداء اللي بيزوروا شهداء بدأ في كنيسة القديسين. اليوم دوت كنت موجود انا والشهيد السائر مينا دانيال في قلب كنيسة القديسين، واتطبق المبدأ اللي بيقول شهداء بيزوروا شهداء عشان شهداء يشيلوا شهداء. شكرا لك. جرت فيهم القنابل يوم ليلة رأس السنة 2011 وهم بيصلوا من أجل مصر، ويصلوا من أجل السلام، ويصلوا من أجل إن ربنا يدي المحبة والسلام لمصر والعالم في وجوه انفجارات في كنيسة القديسين، إيد الإرهاب والغدر والخسة والعار. وحتى الآن الحكومة المصرية حتى هذه اللحظة الحكومة المصرية متقاعسة، الحكومة المصرية متخاذلة، الحكومة المصرية حتى الآن لم تكشف عن هذه الجريمة، رغم كشفت عن جرائم كثيرة، لكن يبدو أن الأخبار ليس في الحسبان. نحن نطالب الرئيس مرسي بأن يفتح ملف كنيسة القديسين، ويفتح ملف أيضا شهداء مسبيرو، ويفتح ملف تحية لشهداء مصر، تحية لشهداء الثورة، تحية لشهداء القديسين، تحية لشهداء مسبيرو، تحية لشهداء محمد محمود، تحية لشهداء الاتحادية، تحية لكل شهداء مصر العظيمة وثورة مصر العظيمة. يا نظام يا خسيس، يا نظام يا خسيس، يا نظام يا خسيس، يا نظام يا خسيس، دم القبطي مش رخيص، دم القبطي مش رخيص، يا نظام يا خسيس، يا نظام يا خسيس، دم القبطي مش رخيص، دم القبطي مش رخيص، دم القبطي مش رخيص، دم القبطي مش رخيص. هدخل الكنيسة وصلي، هدخل الكنيسة وصلي، هدخل الكنيسة وصلي، هدخل الكنيسة وصلي، مهما جرالي ومهما حصل لي، مهما جرالي ومهما حصل لي، مهما جرالي ومهما حصل لي، مهما جرالي ومهما حصل لي. يلي ساكت ساكت ليه؟ يلي ساكت ساكت ليه؟ يلي ساكت ساكت ليه؟ يلي ساكت ساكت ليه؟ خدت حقك ولا ايه؟ خدت حقك ولا ايه؟ خدت حقك ولا ايه؟ خدت حقك ولا ايه؟ قتلوا ولادنا في القديسين، قتلوا ولادنا في القديسين، قتلوا ولادنا في القديسين، قتلوا ولادنا في القديسين. والنظام هيقول امين، والنظام هيقول امين، والنظام هيقول امين، والنظام هيقول امين. يا نظام يا خسيس، يا نظام يا خسيس، دم القبطي مش رخيص، دم القبطي مش رخيص، يا نظام يا خسيس، يا نظام يا خسيس، دم القبطي مش رخيص، دم القبطي مش رخيص. هدخل الكنيسة وصلي، هدخل الكنيسة وصلي، هدخل الكنيسة وصلي، هدخل الكنيسة وصلي، مهما جرالي ومهما حصل لي، مهما جرالي ومهما حصل لي، مهما جرالي ومهما حصل لي، مهما جرالي ومهما حصل لي. يلي ساكت ساكت ليه؟ يلي ساكت ساكت ليه؟ يلي ساكت ساكت ليه؟ يلي ساكت ساكت ليه؟ خدت حقك ولا ايه؟ خدت